لا انا نفسي هم يبقوا اطفال البلد، يعني دول اطفال البلد، ازاي نسميهم اطفال الشوارع؟ هم ظروفهم جت كده ان هو نشأ في الشارع. المشكله مش في الاسم. المشكله مش في الاسم، المشكله في حجم المشكله. وانا بقول الفكره جميله ان هم يتكلموا كمدنيين. الجهه والمؤسسه الوحيده القادره على حل جزء كبير جدا من اولاد الشوارع هي القوات المسلحه. هذا رايي وهذا ما تم في الولايات المتحده الامريكيه وشباب البلد. انا بقول لا وشباب البلد. لا انا بتكلم على دي مشكله كبيره جدا. انت هيحصل انفجار في مصر بالنسبه لرفض الشارع، الحجم الكارثه هتبان في خلال 5 سنين. انا كنت متابعهم في الميدان بحكم وجودي في الميدان، ويمكن عارف ولاد كتير منهم. القوات المسلحه تستطيع ان تخرج منهم ناس مقاتلين بروفيشنال جدا 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 واخرين يتوجهوا للسوق ده. غير كده مش هتقدر تدور. وعايز يجندهم يعني. بالظبط انا ما بقولش حاجه. لا هو عموما برضه افكار الشباب دي مهمه جدا. الافكار التطوعيه المدنيه دي من الشباب. انا بقول ده شيء مهم وجريء ان هم مجرد ان هم يفكروا فيه. انا بتكلم على حجم المشكله الفعلي. انا شايفه ان هو اكتر من الشباب اللي انا شفته في الثوره، الشباب عندهم طاقه وحماس رهيب. يعني الطاقه بدل ما تنزل وتكسر وتبوظ في البلد، لا وجه طاقتك. انت مش عاجبك رئيس جمهوريتك، مش عاجبك حكومه بلدك، انزل وغير في السلبيات اللي موجوده في البلد بايديك. على فكره انا عايز بس اقول كلمه عشان كتير بيتكلموا عن اللي بيحصل من الثوره من تكتير. هذا ما قاله دي جول في فرنسا لما نزلوا الثوار او الشباب فرنسا في الستينات وكسروا وعملوا ده كله. قال مهما حدث ومهما كان انا فخور بشباب فرنسا. اللي بيحصل في الشارع المصري وانا فخوره بشباب بلدي. مش بيحصل في الشارع المصري من تكسير من الثوار او من غير الثوار. انا شايف انا ما قلتش ان انا مش فخوره بيهم. لا بس انا قلت توجيههم. ماشي انا بتوجه. انا بقول حد اولاد الشوارع عشان هي بتقول كانت مع اولاد. انا كنت مع اولاد الشوارع وشفت بعيني انا طفل بينزل الميه في النيل عشان يهاجم الشرطه من ناحيه ثانيه بغض النظر عن الفكره هو بيهاجم مين او بيعمل ايه. ايه فكرتك؟ بس ده اللي انا بقوله. لكن اللي بيحصل في الشارع ده وضع طبيعي جدا بعد الثوره وخطوط فتره. ايوه بس بالنسبه لافكار ورده هي بتقول ان احنا نحاول نصب هذه الانفعالات وردود الافعال بشكل ايجابي بحيث انه يحافظ على البلد وعلى ممتلكاتها مش يخربها. لا ما فيش حد ما فيش. ما احنا دكتوره حتى لا قصدها ان الطاقه اللي عند الشباب تتوجه بطريقه صح. ان انا طب ما في سلبيات كتير في البلد وانا معترض عليها ومش عاجباني. طب ما نحط ايدينا في ايدين بعض وننزل نغير السلبيات. والله انا رايي ان ده سلوك ايجابي اكتر. ايوه لو في دوله بتحكمها حكومه. انا قلت لحضرتك ان انا مش هبص لرئيسي ومش هبص لحكومتي مش عاجباني. انا كشابه من الشباب وكواحده بمثل الشباب اللي موجودين معايا، لا احط ايدي في ايديهم وننزل نغير السلبيات اللي مش عاجباني. اكبر سلبيه تعوق تقدم مصر هو هذا الحكم الفاشستي الديني المتطرف. هذا رايي وهذه وجهه نظري. مش ده موضوعنا. عموما احنا خلينا نسمعهم الاول وبعدين انا متفق مع راي ورده. لان حتى الندوه دي اللي احنا بنعملها هي جهد تطوعي ليكون جهد ايجابي لتقديم المواهب الجديده. يعني احنا برضه لازم نشتغل. احنا لازم نشتغل لان دي بلدنا. بوضح لحضرتك بس ان احنا يعني مفيش احنا ما بننتميش لاي حزب سياسي ولا تيار ديني ولا احنا شباب مصر. احنا فريق مصري وفريق كله بيتكون من شباب سنهم كله قريب من بعض. فاحنا عاملين الشيء ده شيء تطوعي. احنا مفيش حد بيمولنا ومفيش حد ورانا. اعرضي افكارك ونناقشها والله. برافو عليك. اتفضل. طيب رباح ممكن تشاركنا الرأي يعني حوالين جهود وتكوين هذه الجمعية الحلم من أجل حياة أفضل. السلام عليكم. أولا بشكر المجلس الأعلى للثقافة وبشكر الدكتور عزة بدر على استضافتها للفريق. ثانيا احنا عملنا ثورة أو لما حلمنا بالتغيير في البلد حلمنا إن احنا نغير. ما نسيبش كل حاجة على النظام وعلى الحكومات لأن احنا برضه لينا رموز التغيير في الشارع. فكل التغيير اللي حلمنا بيه ازاي ان احنا نقدر نفعل دور الشباب في الشارع ونقدر يعني نشوف المشكلات اللي بتحرك المجتمع. لا اتفضل او يا روض اتفضل.
زعق شويه يا رباح. نشوف ايه المشاكل اللي بتقرب في المجتمع عندنا. فحبينا وشوفنا الفكره، طبعا كانت فكره الاستاذه ورده ياسين، ان احنا ازاي نعمل يعني نقدر ان احنا نشتغل عمل تنموي في البلد، او نقدر نساعد ونحل المشاكل اللي احنا شايفينها. قررنا طبعا ان احنا نعمل فريق حلم من اجل حياه افضل. كل واحد فيه حلم، بيحلم ببلده في حاجه منظور معين، يحلم حل كل المشاكل او السلبيات اللي هو شايفها. طب انت بتحلم بايه يا رباح؟ والله انا بحلم بمجتمع بلا جهل وفقر، لان اكبر مشاكل المجتمع عندنا هي الجهل. اكبر مشاكل طيب المجتمع. هل مشروعكم دوت تتضمن رعايه المسنين ورعايه الاطفال واليتامى؟ طبعا دخلنا في المشروع حملات كتير. طب ايه ابرز الحملات اللي عملتوها؟ طبعا احنا عملنا حفله الايتام، حفله يوم اليتيم، وعملنا معارض ملابس، حمله نساء شعبي؟ نساء شعبي. عملنا معرض في السيدة زينب، طبعا قابلتنا فيه مشاكل كتيرة جدا من الشارع وسلبيات، بس قدرنا الحمد لله ان احنا نقيم المعرض على اكمل وجه. برضه الملابس تبرعات؟ تبرعات. طبعا قابلنا مشاكل طبعا ان احنا نجيب تصريحات من الحي ان احنا نقيم المعرض ده في الشارع، فالحي رفض يدينا اي تصريحات، مع انه ممكن ناس كتيره من البياعين الجاهلين اللي مالين حوالين ميدان السيده زينب كلهم تصريحات. فدي حاجه غريبه جدا انا استغربتها، حتى لما كنت بتكلم في الحي مع رئيس الحي قال لي انا ما ينفعش اديك تصريح. قلت له طيب ليه يا فندم انتوا مدين لي ناس تصريحات بما فيهم واحد بيبيع حلويات بتاعت المولد؟ فقال لي ده الحصل اللي لازم نتكلم فيه. فطبعا ما فيش لنا تصريح، وقال لي لا انزل الشارع واشتغل والكلام ده كله. فنزلنا الشارع طبعا البياعين الجائلين اللي هم برضه شغالين في يعني بيبيعوا ملابس هناك برضه مستعمله عرضونا طبعا في اول ما وقفنا بالمعرض وقدرنا نقصدهم، وطبعا الحمد لله يعني المعرض نجح بس. وبعد كده الحفله يوم اليتيم شفنا ايه اقل ضرر موجوده ان احنا نقدر نساعد الاطفال اللي فيها ونقدر ان احنا نساعدهم. رحتوا فين؟ رحنا دار اسمها الكاميليا. دار الكاميليا دي اللي في الهرم؟ دي في الهرم في شارع حمد ياسين، شارع السلطان. الدار دي طبعا فيها اطفال وفيها مسنين. الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. طيب هما كانوا حكوا لي ان هما ممكن يعملوا تضامن ما بين الاطفال اليتامى وبين رعايه المسنين على اساس ان ده محتاج ده. فانا عجبتني الفكره. ممكن ريهام علي تكلمنا عن الفكره؟ بريهام هي عايزه تدمج ما بين رعايه المسنين ورعايه اليتامى بحيث ان ده يخدم ده. اولا انا بشكر حضرتك، بشكر المركز الاعلى للثقافه عشان استضافتنا النهارده. احنا عندنا هنا بنسمع كلمه طفل يتيم، كل اللي يجي في دماغنا الظلم والقهر اللي بتعرض له الطفل. هي دي حاجه حقيقيه وصوره حقيقيه بتعرض ليها الطفل، بس السبب فيها مش الطفل اليتيم، السبب فيها نظره المجتمع للطفل. الطفل اليتيم لما بيفقد امه يعني بيفقد احد والديه بيكون عنده حرمان عاطفي وحرمان من الحب المتبادل بينه وبين اهله. فالمفروض ان احنا يعني نلبي احتياجات الطفل بيكون عنده احتياجات ماديه واحتياجات نفسيه. معظم الاماكن ومعظم الدورات بتركز على الاحتياجات الماديه للطفل، توفر له الاكل واللبس، دي اي دور واي مؤسسه خيريه بتقدر توفرها. لكن الاحتياجات النفسيه مش اي مكان يقدر يوفرها للطفل. فالطفل عنده بيبقى مفتقد الحاجه للمحبه. اما الطفل واحد والديه بيكون عنده فقدان التبادل الحب بينه وبين اهله وبين اخواته، وده بيوصل له ان هو بيكون عنده اضطرابات نفسيه وخلل نفسي. والطفل الاب والام بالنسبه لاي طفل هم بيكونوا مصدر الامان ليه. فغياب اي حد فيهم يعني بيخليه ان هو ساخط على المجتمع وبيسبب له خوف من المستقبل. بس فهو كانت الفكره ان احنا دلوقتي عندنا دورات مسنين، فيعني هم محتاجين بعض. الاطفال محتاجين المسنين والمسنين محتاجين الاطفال. فاحنا كانت الفكره ان احنا ممكن نعمل رحلات ترفيهيه بينهم وبين بعضهم.
بحيث ان هم يعني المسنين يلاقوا حد يسال عليهم، الاطفال تسال عليهم، الاطفال برضو تلاقي الحب والحنان اللي هم محتاجينهم من المسنين. فبكده هيكون ان هم يعني الفكره يعني ان هم محتاجين بعض وان هم يكونوا مع بعض. بس في صعوبات في الفكره ان احنا نحط الطفل اليتيم مع المسنين، هل في صعوبات؟ لا، هي الصعوبات ان احنا نعزل الطفل اليتيم عن المجتمع. اما احنا بنعزل الطفل اليتيم عن المجتمع فهو يعني ممكن دور رعايه تضم الاثنين؟ لا، مش ممكن دور رعايه، ممكن احنا نعمل رحلات ترفيهيه وفي دار انا عاوز اقول بس تعليق، لان اول نمره حاجه انا كتبت هذا الموضوع في جريده الجمهوريه، وحتى اثناء الثوره قلت مثلث الرعب، وكان احد اللي هم اطلعوا المثلث دي اطفال الشباب مع الطلعين الاخرين يتكلم في الاحزاب السابقه او مسكوا الحكومه والبلطجيه والاخر. وكلمت مع السفير المصري في السويد في الوقت اللي كنت فيه هنا، وقال ان احنا عاوزين نعلم الاطفال دول حرفه ونجيبهم ونعمل لهم مؤسسات تعلمهم، ودول زي المانيا والسويد اوريدي كنا متفقين معاها على اساس تجيب مصانع تخش في مصر. لا بس احنا عندنا الفكره اللي هي بتقول عليها برهان اللي هي ما اقول ازاي دمج المسنين مع الاطفال انا اقول لك ازاي. هل في امكانيات كده انتوا يعني هل قدمتوا مثلا لدور رعايه للمسنين او الاطفال اللي فندم الموضوع بسيط بس حفله يوم اليتيم احنا عملنا كده بالفعل، عشان كده احنا لما اخترنا دار الكوميديا اخترنا دار فيها مسنين واطفال يعني مقيمين في الدار، في دور كده. فاحنا لما قلنا دار الكوميديا اخترناها اولا لان هي نقدر نقول ان هي تحت الصفر ومش معروفه، وحتى في يوم اللي هو يوم اللي بيتقال عليه يوم اليتيم اللي هو يوم في السنه فعلا بتبقى مصدومه. فاحنا لما عملنا بحث عن دور عملنا بحث عن دور فعلا تحت الصفر، ولما اخترت الكوميديا اخترتها عشان طيب كم دار فيها الدمج ما بين المسنين والاطفال؟ انا في ال 45 دار اللي عملت لهم بحث ما لقيتش منهم غير 2. الكاميليا ودار ثانيه في المعادي. دلوقتي وردة لقت من ضمن 45 دار لرعاية المسنين والأطفال في دارين بس اللي هم طبقوا فكرة دمج المسنين واليتامى، اللي هي دار الكاميليا ودار المعادي. لازم ياخدوا دورات يا فندم للاطفال ازاي يعاملوا الكبار ويقوموا على خدمتهم وفي نفس الوقت صحيح، بس هو دارين 2 من 45 دار. فأنا رأيي إن لو هو الفريق البحثي يشكل يعني الفريق ده نفسه يشكل يعني دراسة للدارين دول الكاميليا والمعادي بحيث يتم تعميم التجربة وتتقدم مثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية. الدور اللي احنا عملناها بس فيها حاجه زي كده بالفعل ان احنا بنجمع الاثنين مع بعض، يعني واحنا موجودين هنجمع الاثنين مع بعض نقضي معاهم اليوم من اوله، واحنا اللي هنعمل حاجه زي كده. احنا اللي هنعرف ازاي نوصل للاطفال، ما دي اطفال انت بقى دي عجينه واحنا اللي بنشكلها. بالظبط، دي حاجه احنا بتتعمل بشكل ثابت. طب انا اقول لك حاجه تاكيدا لكلامك، حصل في السويد مشروع اسمه الام، وقالوا للامهات اللي عندهم للاسف عشر الشعب السويدي هانديكاب معاقين، الاطفال بتوع المعاقين، فقالوا الاب او الام او الاخت القريب لاي واحد موجود عندنا يجي يشتغل ويسيب وظيفته ونديله مرتب زي اللي بياخده. حصل تطور كبير جدا وشفاء عالي جدا، لان الام قريبه من ابنها والاب قريب منه والاخت قريبه من اخوها في المدرسه دي. فهذه من المواضيع الانسانيه اللي لازم تتم. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، ولكن احنا بنقول احنا شباب مصري بدون راتب، احنا بتطوع مننا لبلدنا. شو الاجتماعيه اللي بتخش معاكم في الموضوع؟ وانا بشكرك يا ورده، ونشوف ريهام علي وجهه نظرها ايه. عموما فكره جميله، يعني يا ريت اتفضلي. احنا ليه ما نعملش الموضوع ده تبع التربيه والتعليم؟ ماشي، نعمل ماده اسمها تربيه عملي فيها نسبه درجات بالنسبه للمرحله الاعدادي والثانوي لمده مثلا 10 ايام لكل مثلا فصل. من البنات حاجه تطوعيه من الشباب، لا هم حابين يعملوا حاجه زي دي تبقى ايجابيه اكتر. لو اتعملت عمليه كمان الصيف بالنسبه كليه التربيه نفسها بتعمل دورات احنا هنتعلم احنا كاطفال وبنات وشباب وسيدات، هتبقى فيها روح، فيها الحنيه، ان انا عارفه ان انا
تديني كام درجه؟ والله انا بقترح عليهم ان هم يقدموا مشروع من ده 3 جهات: وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الشباب والرياضه، معاهد الخدمه الاجتماعيه في مصر. ليه لا؟ ليه ما تعملوا مشروع وتقدموه؟ ليه لا؟ اتفضلي يا ريهام. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ريهام علي، رصيدة إعلامية. هو الفريق عنده يعني أفكار كتيرة، بس خلينا نقول إن البلد في مرحلة حرجة وطالعة من ثورة، بس ده مش يعني بالعكس مدينا دفعة للأمام. وزي ما وردة قالت إن إحنا مش تبع أي تيار سياسي أو تيار ديني أو كده، بالعكس إحنا هدفنا البعد قليلا عن السياسة، لأن عدينا بمرحلة صعبة محتاجة دلوقتي بناء ولو حتى بخطوات بسيطة. أي حاجة كبيرة في الدنيا، مشروع السد العالي نفسه لما قال بيه الزعيم جمال عبد الناصر كان مجرد فكرة. أي حاجة في الدنيا بتبدأ بفكرة. من ضمن الأفكار اللي احنا بنحاول إن احنا نرسخها أو تكون يعني إن هي مثلا أنا كان عندي فكرة باخدها من السيدة أنيتا صاحبة محلات بادي شوب، ان هي كانت عامله شرط في ان اللي ياخد توكيل المحل او يشتغل عندها ان في شهر في السنه مدفوع الاجر للعمل التطوعي للشباب اللي تبقى موجوده. اهم حاجه ان احنا نرسخ فكره التطوع عند الشباب، مش كل شاب عنده فكره ان هو ينزل يتطوع بوقته او بمجهوده او بماله. احنا طبعا بنطلب منه الوقت، بس مش كل الشباب عندها الفكره دي، مش كل الشباب عنده الوعي ده. ترسيخ الوعي ده لازم يتم، يعني ممكن نبدا بخطوات يعني عن طريق منظمات المجتمع المدني، ويساعدنا في الهيئات الكبرى زي البنوك زي المؤسسات، ونحتذي بذلك في كده من تجارب ناس يكونوا ناجحين وحققوا ده بطريقه منظمه، نضيف عليها بعض الافكار اللي احنا بنتبناها، وده لو تم يعني هيقدم خطوه كبيره في كل يعني في اي فكره لازم مؤسسه تتبناها. انا شايف من اهم ما يمكن ايواء اطفال الشوارع. ازاي احنا نجيبهم ونحطهم في مكان الهدف الاساسي ايواء اطفال الشوارع. انا ما عنديش مانع ان احنا نقوم كناس مؤسسات او اساتذه في الجامعه او الى اخره ونعمل تبرعات ونلم الناس دي، قولوا لنا ازاي واحنا عايزين نسمع. هو احنا في فكره وشؤون اجتماعيه طبعا لازم تشتغل اطفال الشوارع بالاخص بنركز اكتر، ويمكن الراي ده بيتبناه انا وارده في الفريق اكتر من اي حد، ان احنا عندنا هدف ان احنا نلعب على فكره الوعي المعنوي وليس المادي. انا لما بيكون عندي طفل، هيئات كتيره بتوفر الاكل والملبس، انا لازم يعني اصحح بعض المفاهيم الداخليه للطفل. الطفل عندي هو شاب الغد، هو فيما بعد اللي هتبقى يعني شايل البلد على كتافه. لازم ادخل جوه الطفل حته ان هو ما يبقاش فيه حقد على المجتمع، ما يبقاش طالع ناقم على فكره ان هو ظروفه وحشه. وفي نقطه مهمه جدا، انا لما باخده وفكره ورده اني ااهله يعني يبتدي ياكل كويس، بطلع من عنده الاحساس بالتذوق. هو فاقد الى حد ما الاحساس بالجمال، ما يعرفش لابس لبس مش نظيف، ده مش مؤثر فيه. انا عايزه اطلعه من المنطقه دي، اخرجه من فكره ان هو اعتاد على التراب، اعتاد على النوم في الشارع. ايوه هي دي ظروفه، بس انا اطلعه من الفكره دي الاول، ارسخ جواه فكره ان المجتمع مش عدو، بالعكس، وازود عنده احساس العطاء. هذا لا يكفي يا فندم، والايواء نايم في البرد ده جزء بجانب الجزء المادي. احنا اكل وشرب ولبس ده فوق دماغنا، وبعد كده يسكت. تأهيل ما احنا عاوزين. طيب هم دلوقتي اثاروا نقطه التأهيل النفسي، ولكن حكايه الايواء دي عايزين نعرف هل هم يعني ليهم تصور للموضوع ده ولا لا؟ هل تطلبوا من وزاره الشؤون الاجتماعيه تفعلها؟ وزاره الزراعه، وزاره الصناعه تاخد منها، الجمعيات المختلفه تتبرع، رجال الاعمال، كل ده لازم نطرحه. ايضا هو احنا يعني ركزت ريهام على التأهيل النفسي للاطفال. طيب ده لازم مسار الدكتور ابو بكر بيتكلم على فكره الايواء لهم ان في مكان انساني يعيشوا فيه. هل فكرتوا في حل للمشكله دي؟ هو ده الهدف الاساسي اللي انا كونت من عشان الفريق. مدينه الحلم، مدينه الحلم للاطفال الشباب. اول خطوه فيها هي ان انا بعوده واخده على حاجه زي كده. طيب بس ازاي نحقق الحلم؟ ازاي المدينه دي نعمل
لا هي المدينة احنا هناخدها، يعني انا